بتكلم بصراحه شديده. كل واحد بيشتغل في الشغلانه ديت قاعد بيحسس على كلامه. لا بقى ده الداخليه مش متعودين، الداخليه بترفع قضيه على صحفي. ده ايام يعني اكيد خالد النهارده بيقول يا جماعه ده احنا وقفنا جنب الداخليه، وفعلا هذا الموقع من باب وطني وهو لاخره وقف جنب الداخليه كتير جدا، وقف جنب البلد، وقف جنب بطولات الداخليه وهو لاخره. انما فجاه قال له لا احنا كده بقى الداخليه شعرت انه، وفعلا هذا الخبر كان ليه تداعيات مؤسفه لانه كان جاي في اعقاب موضوع الاقصر، وادى احساس لناس كتير بره وجوه انه في تطورات بقى ده في الاقصر وشرم الشيخ لا في حاجه. فطبيعي الداخليه استشعرت الخطر. فبس الغرض من اللي انا بقوله ايه؟ انه احمد موسى وخالد صلاح في يوم واحد يتفهم انه مفيش عزيز، لا خالد ولا احمد ولا عمرو ولا ابراهيم ولا لميس ولا اي حد، مفيش عزيز.